حسابات، لان المسؤول الفلاني لا يتفاهم، ما يتفاهمش مع هذا الشخص او مع هذا المدير او مع هذا الاعلامي او شيء من هذا القبيل. هل آن الوقت لتجند الاسره الاعلاميه من اجل ملف الجزائر وانجاح الجزائر؟ هل آن الوقت لتحرك السفارات الجزائريه والقنصليات الجزائريه؟ هل آن الوقت للاستعانه ايضا بجزائريين متواجدون في قطر، متواجدون في مصر، متواجدون في كل البلدان الافريقيه لنجاح الجزائر لاحتضان هذا الكان في ظل المنافسه الشرسه اقول، وايضا لعبه الكواليس ولعبه الظلام بدات تتحرك قبل انطلاق المونديال. عبد النور عميسي، كنا في السابق نقولوا ما عندناش ملاعب، ما عندناش فنادق، ما عندناش ملاعب للحصص التدريبيه، ما عندنا ولا شيء. اليوم الحمد لله كجزائريين علينا ان نفتخر، عندنا هياكل قاعديه وعندنا منشات عالميه. ما ترجعوناش اليوم الجزائر وكانه الجزائر لا شيء وبلد ما فيه ولا شيء. انا اليوم نقول مشكلتنا احنا في الداخل وليس في الخارج. قبل ما نتكلموا اليوم على القجع نتكلموا على توانا اليوم اللي في كل مره وكانه هذا البلد ما عنده ولا شيء. تعليقك عبد الرحمن؟ انا عندنا مشكل في الاستشراف. اولا اننا ركزنا اكثر على الجبهه الداخليه بانشاء المركبات الرياضيه والملاعب هذه العالميه، وما استغليناش الفرصه مونديال قطر. اولا لماذا؟ لان في هذا المونديال كان موجود اتحاديه اللي راح تنافسنا في التنظيم وهي الجامعه المغربيه، والجامعه المغربيه بمنتخبها كان مشارك في هذا المونديال. اذا كان تقارب كبير ما بين رئيس الجامعه وموتسيبي والامينه العامه للاتحاد الافريقي لكره القدم بالضبط السنغاليه. شاهدناهم عند تاهل المنتخب المغربي بالاعناق وموجودين في المنصات الشرفيه. اذا هذيك المنطقه منطقه كولاسه باش نقول لك بين قوسين. الشيء اللي ربما انا نتاسف له اننا تاخرنا باش نتحركوا. الدياسبورا تاعنا الاعلاميين الموجودين والنخبه الموجوده في الخليج وفي قطر كان من دورها انها تقوم بعمليه الدعايه لتنظيم هذا كاس افريقيا 2025 وليس التحرك بعد الوقت بدل الضائع. هذا الشيء يعني كلمت عليه في دور المجموعات، وعملت انا شخصيا منشور قلت الجزائر نائمه في احتضان الدوره 2025، والمنافسين تاعنا كانوا يتحركوا في قطر. لماذا؟ لان تشكل لوبي وتشكلت بعد تكتلات، وهذه التكتلات لو الاخبار كانت توصل للسلطات الجزائريه فيها تحركات فيها كولاسه، كانت الدبلوماسيه الجزائريه تبدا تتحرك في قطر. وهذا الشيء اللي انا اعيب. لماذا ما عندناش الاستباقيه، ما عندناش هذه خاصيه الاستشراف؟ هذا هو الشيء اللي نتاسف له. ومشكلتنا مراد وردي الهادي خليني، عندنا ممثل واحد اليوم في الكاف اللي هو شرف الدين عماره رئيس الاتحاديه السابق. طلبت الاتحاديه الحاليه بضروره عدم بان هذا الشخص لا يمثل الاتحاديه ولا يمثل الجزائر، رغم انه شرف الدين عماره مكلف بالماليه في الكاف وربما قد ما عندوش خبره. قولوا لنا ما عندوش خبره، ما عندوش خبره، بصح يقدر نستغلوا المعارف تاعو، علاقاته كاقتصادي ناجح، كاطار جزائري انجح في مسيرته الاقتصاديه، ونعطروه وهو كيفاش العلاقات. كيف انت تعرف بلي العلاقات كيفاش تتم عن هذا الطريق هدايا، عن طريق امتيازات، امر عادي يحدث في كل العالم. احنا بقينا مركزين على اعاده مباراه كاميرون، مناوشات مؤثرين مع ايطو، عوض احنا نتحركوا. واليوتيوبر هذاك نديروا له حكايه وقصه ونرفعوا بطل مغوار. هذا هو مشكل. احنا نتحركوا في قطر ونحوسوا نقنعوا هادو المؤثرين على البيرو اكزيكيتيف تاع الاتحاد الافريقي كاع كان متواجد في قطر. ما تحركناش للاسف. مراد وردي، شوف، هو وقبل كل شيء لازم نعرفوا ولازم نديروا كما يقول لك نحطوا الصوره امام المشاهد كل المشاهدين. ولا شوف نقول لك المشاكل اللي كاينين هكذا في بعض الاحيان من المفروض نتركوهم على جنب، والصوره الحقيقيه لازم نعطوا لها حقها. اليوم الجزائر تغيرت الحمد لله، فيه بنيه تحتيه، فيه او ماشي هكذا ترقد وتنوض تشوفها مانيش عارف حاجه كبيره، لا، ولكن رانا نشوفوا باللي كاين مسار كما يقول لك وانجازات في كل المجالات. اليوم تتكلم على الجزائر كأنها شغل كلي بلاد جات ما كانش جديده، احنا بلاد جديده. شوف المفروض بقات درك عامل واحد، عامل الانفراستركتور خلاص. دوك الناس لازم تعرف لافريك حقيقه، وتعرف دير المقارنه بين الجزائر
وبلدان عديده وعديده وعديده. نقولوا هذه بكل صراحه. انا في بعض، لا تعرفني صريح، انا والله غير افتخر كي نشوف كاين اشياء بالك تخص، ولكن كاين اشياء راهي تندار، نقولوها بكل صراحه. الاكيد برك اليوم كذلك حنا ما ناخذوش بعين الاعتبار اشياء اللي تخلينا نتقدم وتخلينا حنا نكونوا كبار على طول الموند. وشنو هاد الاشياء مرات احنا بيناتنا تشوف هو عماره لهيه يعود نزيدوا واحد ونزيدوا ثالث ونزيدوا رابع ونزيدوا خامس ونستولاو على هذه المنظومه هذه. للاسف راك تشوف هذا يجبد هذا يجبد هذا يجبد هذا المشكل هذا كذلك لازم ناخذوه بعين الاعتبار. لا خليلي، مشكلتنا مشكله تكتلات. عندما تتحرك الاجنده الاعلاميه، لان هذه الاجنده تنتمي لروروه، لان هذه الاجنده تنتمي لزتشي، لان هذه الاجنده تنتمي لزفيسف، لان هذه الاجنده تنتمي لحداد، لان هذه الاجنده تنتمي لشرف الدين عماره. مشكلتنا اننا نعمل لاجندات ونسينا انه عندنا بلد واحد اللي يجمعنا هو الجزائر. مشكلتنا عقده، نفتخر الا بما هو موجود في المشرق، بما هو موجود في الخليج، ونرجعوا البلد تاعنا نقسموه امام الامم. هذه هي مشكلتنا. خلينا نتكلموا بلغه الصراحه. صراحه مش راك تقول كمال كاين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلحوا بيوتكم قبل بيوت الناس، صلحوا بيوتكم قبل بيوت الناس. حنا ما عندناش فيديراسيون كيما يقول لك على البوا تاع الجيري. الجيري سي ان غرون بي دون تو لي دومين. لا فيديراسيون لازم تكون فورت كيما كانت من قبل، وباش كي نهضروا كلمتنا تفوت. نجوزوا الكان نجوزوا حنا نجوزوا الاولانيين، نجوز عندنا رجال بالك يسون با دو لاوتور دو لا ريسبونسابيلتي. ما يخدموش الجزائر ثانيه. فو بارلي لا فيريتي. عندنا دي جون ايور ما يخدموش بور لارجي. شوف ماشي في بلاصتو، ما في الكا في هيئات اخرى، في دون تو لي دومين. حنا دوك الحمد لله الجزائر الجديده هذه نظن تو تي بوسيبل. تقدر تكون غدوه عندنا بروفيسور يقدر يروح لقطر، يروح عندنا الشيخ يقدر يروح يدرب الفريق اللي عندنا، رئيس فيدراليه يقدر يمثل الجزائر من احسن تمثيل. حنا البيت تاعنا، حنا الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لك يقول لهم صلحوا بيوتكم قبل بيوت الناس. حنا ما راش متفاهمين بيناتنا. حنا لا فيديراسيون تشوف يعيطوا له ليكا يقولوا له قولوا ديميسيوني. هذا البريزيدون تاع لا فيديراسيون ما يتفاهمش مع عماره في القطر. قطر هذاك ما على بالوش كاع، ولا راه في ريستورون ولا راه ما على بالوش وين راه. لا نحكيك على الكاف لانه مكلف بالماليه في الكاف. هل نقول الملف الان مراد وردي؟ الملف يقول لك ملف جيد لانه أنا فيه ملاعب، في ملاعب تاع الحصص التدريبيه، في ملاعب بمنشات قاعديه هيك، عندنا فنادق، عندنا بنى تحتيه، عندنا طرق سريعه الحمد لله. البلد راه في تطور، عندنا المترو، عندنا ترامواي، عندنا النقل، عندنا المطارات تبارك الله ما شاء الله. هل الكولسه اليوم هذه الكولسه لقينا شاك فوا ملي راح روراوا